ال10 جثث كلهم كانوا مقتولين بنفس الطريقة، الراس مشقوقة النصين والوش متشوه بسكينة وفتحة كبيرة في الجسم من أول القفص الصدري لحد منطقة العانة، والذكور أعضائهم التناسلية كانت مقطوعة بالكامل واتدفنت في الحمامات. واتقال إن سبب الجريمة وقتها هو الآثار، واتقال إن عصابة تجارة أعضاء هي السبب، ولكن كل ده ما كانش ليه أي أساس من الصحة. وهنعرف النهاردة في حلقتنا حقيقة اللي حصل في أكتر ليلة مرعبة شافتها بني مزار. اهلا بيكم في حلقه جديده، معاكم سامي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ويلا بينا نعرف الحكايه. من ابشع جرائم القتل اللي قريت عنها في حياتي كلها هي مذبحه بني مزار، وبشاعتها مش بس في طريقه القتل العنيفه، بشاعتها في ان القاتل لحد النهارده ما اتقبضش عليه، والمتهم الوحيد في القضيه خد براءه بعد محاكمات وتحقيقات طويلة جدا. وعلشان المتهم الوحيد لسه عايش لحد النهاردة، فاحنا احتراما لخصوصيته ولأسرته غيرنا اسمه وبعض التفاصيل اللي مش تفرق في القصة كلها بتبدأ من حياة ريفية بسيطة كان بيعيشها سكان عزبة شمس الدين في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا. فبعد ما بيخلصوا شغلهم كل يوم بيكونوا مرهقين جدا وبيناموا بدري علشان يصحوا من الفجر ويكملوا حياتهم. ولأن أغلب البيوت هناك بسيطة ومفيهاش حاجة تتسرق، سكان العزبة ما كانوش بيقفلوا عليهم الباب بالليل. وخليكم فاكرين النقطة دي لأنها هتكون سبب كوارث هتحصل قدام. وفي يوم 19 ديسمبر سنة 2005، وكعادة الناس هناك بيقوموا الفجر يجمعوا بعض ويروحوا يصلوا في المسجد، وبعد ما خلصوا يومها عرفوا ان في 3 ما حضروش الصلاة، ودي كانت حاجة غريبة ومش معتادة بالنسبة لهم. ففي كام واحد جمعوا بعض وراحوا يشوفوا ال3 مجوش ليه، وكل واحد من ال3 كان عايش في بيت وعنده أسرة. ولما خبطوا على بيوتهم القريبة من بعض محدش فتح لهم، وهنا القلق انفجر جواهم، لان اللي جوه لو خرجوا كانوا هم عرفوا. فدخلوا ساعتها الأهالي للبيوت دي ولقوا الكارثة المرعبة اللي هزت صعيد مصر لسنين طويلة جدا. لقوا الأسر في ال3 بيوت مقتولين بطريقة بشعة والدم مغرق كل حاجة. وفي وقت سريع السكان اتجمعوا والشرطة جت وعرفت ان عدد الضحايا 10. وبالمعاينة المبدئية عرفت الجهات الأمنية ان البيت الأول كان عايش فيه زوج وزوجته وابنهم، وكان عنده 5 سنين، وبنتهم الكبيرة 14 سنة. ولأن ظروفهم المادية كانت صعبة كانوا بيناموا على سرير خشب كبير هما ال4 علشان يتغطوا ببطانية واحدة طول الشتاء. والقاتل استغل ده، ولما دخل البيت قتلهم كلهم بالسطور وهم نايمين. والبيت التاني كان فيه زوج وزوجته وابن عنده 12 سنة وابنة عندها 14 سنة، وبنفس الطريقة كانوا نايمين على الأرض جنب بعض وبغطا واحد برضه، والقاتل قتلهم في نفس الوقت بسرعة. البيت الثالث والأخير كان عايش فيه محامي معروف في القرية، وكان في الأربعينات ومعاه والدته المسنة. والدته كانت مقتولة على سريرها، وحسب تقرير الجهات الأمنية عن الحادثة فالمحامي كان هو الشخص الوحيد اللي اتحرك وقت قتله في ال10 جثث كلها، وكأنه حاول يهرب بس ملحقش واتقتل. وبعد ما الجهات المختصة عرفت الجريمة، المحققين لقوا نفسهم قدام كذا لغز غريب ملهمش تفسير نهائي. الأول هو ليه ال9 جثث اتقتلت وهي نايمة ومعقولة مفيش حد صرخ أو قاوم؟ اللغز التاني كان أعقد وأغرب، وهو إن الجثث كلها راسها مقسومة 2 بسبب ضربة قوية من سطور تقيل، والقاتل استخدم نفس الإيد فيهم كلهم. أما وشوشهم بقى فكانت متجرحة بسكينة، وأجسامهم مشقوقة من أول القفص الصدري لحد منطقة العانة، وأحشائهم الداخلية خارجة كلها لبره. والمرعب إن جثث الذكور كانت أعضائها التناسلية مقطوعة بالكامل. والغريب أكتر إن هم لقوا في كل بيت حمام راسه مقطوعة ومرمي في الأرض جنب الجثث. واللي زود صعوبة حل ألغاز القضية إن المعمل الجنائي ما قدرش يوصل لبصمات القاتل، لأن البيوت ال3 كلها اتملت بالناس لما اكتشفوا الجريمة. فالمعمل اشتغل في رفع آثار الدم ووصف مسرح الجريمة والإصابات الظاهرية للجثث ومعاينة حاجات تانية مختلفة. وبسبب بشاعة الحادثة الإعلام غطى كل حاجة والدنيا اتقلبت والقضية اتحولت لرأي عام، وكان في قلق كبير وقتها من الناحية الأمنية، والأمن العام بعت قوات للتأمين. وبعدها اتعين لحل القضية فريق بحث بقدرات احترافية كبيرة، والموضوع وصل إن رئاسة الجمهورية بنفسها
تابعت الحادثة مع الجهات المختصة. ولأن التحقيقات كانت لسه في البداية والإعلام كل يوم كان بيتكلم عن الحادثة وقد إيه هي بشعة ومرعبة وتفاصيلها صادمة، انتشرت إشاعات كتيرة عن سبب الجريمة، زي إن اللي عملوا الجريمة هم تجار آثار، ولأنهم بيستعينوا بالجن في الكشف عن الآثار طلب منهم الجن عشان يوصلوا لهدفهم جثث ودم. والحقيقة إن الإشاعة دي انتشرت بشكل مبالغ فيه، وأي حد كان بالغ أو طفل سنة 2005 هيكون فاكرها كويس. وفجأة انتشرت أقاويل تانية إن سبب الجريمة هو فتنة طائفية بين المسيحيين والمسلمين هناك في العزبة، ولكن ما كانش ليها أي أساس من الصحة، لأن عمر ما الاتنين اختلفوا وعايشين مع بعض في سلام طول الوقت. أما الإشاعة التالتة والأخيرة اللي انتشرت وسببت رعب في الشارع المصري، وكتير جدا من الأبهات والأمهات خافوا على أطفالهم، إن سبب الجريمة هو منظمة ضخمة مقرها في دولة مصر حاربتها وكسبتها في السبعينات، والدولة دي بتستعين بدكاترة من ألمانيا علشان تاخد الأعضاء بطريقة احترافية، وبيساعد الجراحين دول مصريين عايشين وسطينا وما نعرفش عنهم أي معلومات أو حتى ممكن نشك فيهم. والإشاعة دي انتشرت برغم إن مفيش أعضاء اتسرقت أصلا من الجثث. وكان الغريب وقتها إن كل إشاعة من دول ما كانش ليها أي أساس من الصحة أو حتى دليل مادي واحد، ولكن مروجين الإشاعات دي استغلوا خوف الناس وقلة المعلومات بسبب إن الحادثة كانت جديدة. وعلشان أهمية الحادثة الجهات الأمنية كانت شغالة ليل نهار علشان تقدر توصل للقاتل وتعرف السبب، لحد ما في يوم في شخص من سكان العزبة قال إن ليلة الحادثة متأخر شاف شاب من العزبة اسمه خالد كان ماشي قريب من ال3 بيوت اللي حصلت فيهم الجريمة. فورا الجهات الأمنية استدعت الشاب ده علشان تحقق معاه، وكان وقتها عدى تقريبا 3 أيام على الجريمة. وفي التحقيق طلبوا من خالد يكلمهم عن خط سيره من الساعة 11 بالليل اللي هو ليلة الحادثة لحد النهاردة. فحكى انه ليلة الحادثة قبل نص الليل ما كانش جايله نوم وخرج من بيته يتمشى بره، وراح على موقف ميكروباصات في العزبة الساعة 10 وركب عربية من هناك ونزل في بلد قريبة من عزبة شمس الدين، وبعدها نزل يتمشى على رجليه، وقبل أذان الفجر راح اشترى طعمية من واحدة في الشارع، وبعدها راح لمطعم قريب منها اشترى منه سندوتش فول وقعد يلف الفترة، وبعدها راح لمكان شغل والده اللي في أرض زراعية وكمل يومه معاه. وخالد خلال كلامه قال اسم الست اللي اشترى منها الطعمية واسم المطعم كمان واسم سواق الميكروباص اللي ركب معاه، وكان بيتكلم بثبات نفسي رهيب ومش خايف ولا قلقان. وبعد التحقيق ده الضباط راحوا سألوا الناس اللي قال أسمائها، والمفاجأة إن كلهم قالوا إن ده كذب وخالد ما جالهمش ولا شافوه حتى معدي قريب منهم. المحققين واجهوا خالد بالكلام ده، وقتها هو فجأة من غير ضغط عليه أو تهديد اعترف بالجريمة، وحكى إنه جهز للجريمة ساطور تقيل وسكينة، واختار نص الليل لأن كل السكان بيكونوا نايمين، ولأنه من العزبة وعارف طريقة نومهم دخل بيوتهم، وعلشان محدش يحس بالجريمة كان بيقف قدامهم على مسافة قريبة وبيضرب كل واحد ضربة قوية وبسرعة على دماغه فبيموتوا وهم نايمين فورا. وبعد ما قتلهم عور وشوشهم بالسكينة وفتح من القفص الصدري لحد منطقة العانة وقطع الأعضاء التناسلية للذكور ودفنها في التراب بتاع حمام كل بيت، ما عدا بيت كان مسلح من تحت فدفنهم فوق الحطب. ولما سألوه عن سبب قطع رقب الحمام قال لهم انه مش عارف عمل كده ليه، وكمل اعتراف وقال انه كان ناوي يدخل بيت رابع ويكمل قتل، لكنه لقى ان الوقت بقى الفجر وخلاص الجامع هيأذن والناس بتصحى وممكن حد يشوفه، فهرب وما كملش. ولما وصل بيته أخته شافت هدومه غرقانة دم فصوتت، فوالده ووالدته جريوا عليه ولما شافوه اتصدموا فحكى لهم اللي حصل، وأخته خدت هدومه كلها وغسلتها علشان تداري الجريمة ومسحت آثار الدم من على الأرض. وبعد الاعتراف خالد اتنقل للنيابة وحققت معاه واعترف بكل حاجة تفصيلية وما أنكرش حتى تهمة واحدة بس، وراح للبيوت وطلع الأعضاء من الحمامات ومثل جريمته قدام الجهات المختصة زي ما اعترف بالظبط. وبعدها اتنقل فريق لبيت خالد ولقوا هناك الهدوم اللي نفذ بيها الجريمة، ولما حققوا مع أخته اعترفت بأنها غسلتها فعلا. فالفريق خد الهدوم والجزمة اللي كان لابسها وسلموها للمعمل الجنائي، ومن المعمل الجنائي خرج الدليل القاطع لما لقوا DNA على الهدوم والجزمة من آثار الدم، والDNA ده هو نفسه اللي موجود في الجثث أو الضحايا، علشان بعدها تبدأ محاكمة خالد. بمجرد ما الجريمة اتحولت للمحاكمة
المحاكمة وقتها في محامي شهير جدا اتولى الدفاع عن خالد بدون مقابل، وخلال المحاكمات أنكر خالد إنه عمل الجريمة وقال إنه تعرض لضغط كبير علشان يعترف بحاجة ما حصلتش، وأخته كمان أنكرت اللي قالته. وبعدها حصل تحول خطير في القضية، والمحامي طلب خبير تلبيس جزم علشان يقيس الجزمة اللي لقوها في بيت المتهم، والمحكمة وقتها استجابت لطلبه، والخبير قال إن الجزمة أكبر من مقاس رجلين خالد بدرجتين كاملين. وكانت المفاجأة بعدها إن خالد خد براءة، وطبعا كان مش صعب بعد الحكم إنه يرجع تاني ويعيش في العزبة زي الأول، فسافر لدولة عربية وعاش هناك مع عيلته. في نهاية الحلقة ولحد النهاردة بعد حوالي أكتر من 20 سنة على جريمة بني مزار، بيفضل اللغز موجود وما تحلش. مين قتل ليه؟ وازاي القاتل موصلناش ليه لحد دلوقتي؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات، تفتكروا مين اللي قتل؟ خالد فعلا ولا شخص تاني؟ وشكرا جدا ليكم. مين اللي عنده القدرة يدخل بيت بالليل ويذبح كل اللي فيه بجبروت، وبعد ما خلص جريمته البشعة قطع ايديهم كلهم، وعلشان يداري جريمته محدش يكتشف ولع في البيت والجثث اتفحمت كلها؟ ازاي قتل 7 في ليلة واحدة وهرب؟ وازاي الشرطة قدرت توصله؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وخلونا النهاردة نعرف حكاية لغز مذبحة البحيرة. في 5 يناير سنة 2020 سكان قرية علي في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة صحيوا قبل الفجر بدقايق بسيطة على ريحة دخان قوية، والرجالة كلهم اتجمعوا ونزلوا من بيوتهم، ولما بصوا على مصدر الدخان عرفوا انه جاي من ناحية بيت تاجر المواشي حسن الرافعي. بسرعة جريوا على البيت اللي كان مكون من دور واحد ووراه حظيرة المواشي بتاعت حسن، وخليكم فاكرين النقطة دي لأنها هتكون مفتاح حل لغز الجريمة كله. ولما الرجالة وصلوا للبيت بابه كان مقفول من بره جامد وما قدروش يفتحوه، واللي رعبهم اكتر انهم لقوا دم كتير جدا قدام باب البيت. وبسرعه كل واحد فيهم جري على بيته، اللي جاب خرطوم ميه وحطه في حنفيه قريبه، واللي جاب جردل، وكله بقى بيحاول يطفي. وفي نفس الوقت طلبوا الاسعاف والمطافي والشرطه. جهود الرجاله المبدئيه هدت الحريقه شويه، ولما المطافي جت طفت الحريقه كلها بسرعه، ولما خلصوا كسروا الباب من بره ودخلوا البيت، فلقوا حسن ومراته واقعين على وشهم وجسمهم كان متفحم بالكامل وميتين. وناحية اليمين في أوضة المعيشة الكبيرة لقوا وليد الطفل الأصغر في البيت مدبوح وجسمه ما كانش محروق كله. وفي الأوضة التانية لقوا 3 أولاد بتتراوح أعمارهم ما بين من 8 ل 18 سنة، وكانوا مدبوحين وغرقانين في الدم، والنار ما كانتش وصلت ليهم. بعد ساعة تقريبا المعمل الجنائي وصل وبدأ شغله، ومن الملاحظات الأولية لمسرح الحادثة لقوا في المطبخ غدا وكوبايتين شاي، ولما رجعوا الأبواب والشبابيك عرفوا إن مفيش حد أو حرامي ممكن يكون دخل، وده أكد لهم إن الجريمة دي المتهم فيها حد تعرفه الأسرة وكان قاعد معاهم هنا كمان، يعني وارد يكون سببها مش سرقة، ومن منظر الجثث وارد يكون سببها الانتقام. وفورا بعد ما خلصوا معاينة لكل حاجة الجثث اتنقلت لمشرحة مستشفى عام، وتقرير الطبيب الشرعي صدر وكان صادم، لأن رجال الأمن عرفوا من التقرير إن في شخص غريب دخل وقعد مع العيلة ليلة الحادثة وأكل وشرب معاهم، وبعدها حصل حاجة فالشخص ده دبح 5 منهم وخنق 2 كمان، وعلشان يداري جريمته قرر يحرق البيت، وبعد كده كسر القفل بتاع حظيرة المواشي وحاول يسرقها، لكن تقريبا ملحقش بسبب الوقت. ونتيجة للمعلومات المهمة دي بدأ رجال الأمن شغلهم، وحققوا مع الجيران ومع عيلة الضحايا بالكامل، وجمعوا معلومات مهمة جدا، وعرفوا إن حسن القتيل من 10 سنين شهد في قضية حساسة ضد تجار مخدرات، وكان هو الشاهد الوحيد في القضية، لأن الشهود كلهم في الحادثة ماتوا، وبسبب إنه قال كلمة حق في 10 أشخاص اتحكم عليهم. وفورا رجال الأمن اشتغلوا على المعلومة دي ووصلوا لواحد اسمه سيد الجن، وده كان تاجر مواشي تقيل في القرية، ويبقى ابن عم حافظ الخولي، وحافظ ده كان من 10 اللي اتحكم عليهم بالسجن المشدد في القضية اللي شهد فيها القتيل. الشرطة جابته وحققت معاه ووجهت ليه الاتهام بقتل حسن وعيلته كمان بدافع الانتقام. سيد الجن كان عنده 40 سنة، وبرغم سنه اللي مش كبير كان مريض بالسرطان،
وأنكر كل الاتهامات، وقال في التحقيقات إنه تاجر كبير وليه سمعته، ومن وقت ما حافظ الخولي اتسجن وهو كل علاقته بيه بيربي عياله وبيصرف على مراته وبيروح له زيارات في السجن من وقت للتاني، وما عندوش 1% دافع إنه ينتقم لابن عمه أصلا، وده برغم إن هما كانوا شغالين سوا في المواشي زمان، وسيد كمان متجوز أخت حافظ. رجال الأمن طلبوا منه دليل يثبت خط سيره وقت وقوع الحادثة، فجاب لهم تقرير مختوم من مستشفى حكومي شهيرة في القاهرة إنه بيتعالج فيها من السرطان، ودوروا ورا خط سيره لقوا فعلا انه ما كانش في القرية بقاله اكتر من اسبوع، ولكن ده ما كانش كافي ليهم، فجابوا سجل مكالماته اخر 3 شهور وفرغوها كلها علشان يتأكدوا انه ما اتكلمش عن الحادثة ولا يعرف عنها اي حاجة نهائي. ولكن بمراجعة سجل المكالمات رجال الامن عرفوا معلومة خطيرة عن طريق مكالمة كان مدتها بالظبط دقيقة ونص، جات لسيد الجن من جزار في القرية عندهم اسمه شاكر الخضيري. اتصل بسيد وسأله عن مواشي عايز يشتريها منه، فسيد قال له انه مش عايز يتعامل معاه علشان ما بيسددش فلوسه في ميعادها وبيتأخر وبيعمل حوارات، وكمان سمعته في القرية بقت سيئة بسبب مشاكله المادية، وما بقاش حد حتى من الناس عايز يشتري منه. رجال الأمن أفرجوا عن سيد الجن، وللاحتياط حطوا عليه مراقبة مخففة، وبعتوا فورا قوة من القسم علشان تقبض على شاكر. ولكن المفاجأة إنه ما كانش موجود في بيته، ولما سألوا والدته وأسرته لأنه كان عايش معاهم ومش متجوز ولا عنده أسرة وعنده 37 سنة، قالوا إنه مختفي في نفس وقت وقوع الجريمة. فرجال الأمن تتبعوا خط سيره عن طريق رقم موبايله، وعرفوا إنه آخر مكان راحه كان برج العرب في محافظة اسكندرية. فورا بعتوا قوة لهناك تدور وراه، ونشروا صورته في دوريات الشرطة وفي الأقسام والمستشفيات وأي مكان ممكن يكون عدى عليه، ولمدة يوم كامل ما كانش فيه أخبار عنه، لحد ما جات لاسم الشرطة هناك معلومة إن في أمين شرطة شاف شاكر نازل من عند عيادة دكتور عظام وحالق شنبه وقالع الجلابية ولابس قميص وبنطلون على غير عد. على طول الشرطة راحت وقبضت عليه وبدأت التحقيق معاه. في البداية أنكر شاكر معرفته بالجريمة رغم إن جسمه كان فيه كدمات وخربشة ضوافر ودراعه اليمين كان مكسور، وبعد التحقيق معاه لوقت طويل انهار وفضل يعيط وحكى جريمته بالتفصيل. وركزوا بقى في اعترافات شاكر لانها كانت مرعبة. اعترف شاكر ان عيلته سببت له ازمات ومشاكل نفسية كتيرة من وقت ما كان طفل، ووصل الموضوع انه كان بيحصل خناقات في البيت كتيرة، والعلاقة الاسرية بين اخواته الولاد الكبار ووالدته ووالده ما كانتش سليمة، لدرجة ان عيلته في مرة دخلته مصحة نفسية يتعالج فيها، وكانوا عايزين يخلوه يعيش بقية حياته في المصحة، لكنه تعافى وخرج لهم سليم. ولما كبر وفتح محل جزارة لأنه كان شغال فيها من صغره، عيلته خلته يخسر فلوس كتيرة ويتداين كمان، ونتيجة لده معرفش يشيل قرش بسببهم ولا عرف يتجوز ويكون نفسه، وبسبب ده ديونه كترت جدا وبقى بيستلف كتير، ومضى إيصالات أمانة وفي ناس سلمتها للشرطة وكانوا عايزين يقبضوا عليه في الأيام الأخيرة. فقرر في يوم 4 يناير سنة 2020 يروح يستخبى في بيت حسن، وما كانش عنده نية للشر أو للقتل وقتها، وفعلا قعد عنده يومها وحسن استضافه وأكله وشربه وعامله كويس جدا. وفي نفس الليلة دي شاف شاكر المواشي اللي كانت عند حسن، وجات له فكرة ان قبل الفجر بعد ما حسن وعيلته يكونوا ناموا يدخل الحظيرة ويسرق المواشي. وفعلا اكلوا وحضروا الشاي وكله نام قبل الفجر بوقت. ويوم 5 يناير خرج شاكر من البيت ودخل لحظيرة المواشي، وبحديدة معاه كسر القفل، ولكن على صوت كسر القفل صحي حسن وجري عليه ومنعه ان هو يسرق المواشي. فطلع شاكر سكينة من هدومه وطعنوا بيها كذا طعنة وذبحوا. مين شافهم؟ ابن حسن الكبير، وده كان شاب عنده 18 سنة وجسمه قوي، فجري على شاكر وكسر له دراعه بحديدة، لكن شاكر كان أقوى وعافي جدا فمسكه كتم بقه وخنقه لحد لما مات. وبعدها شد جثة حسن وجثة ابنه ودخلهم للبيت وقفل من جوه. فمرات حسن صحيت قام خنقها هي كمان وكان ناوي يهرب، لكن والدة حسن صحيت وصوتت فكتم نفسها وذبحها، وقام دخل وكمل على باقي العيلة بنفس الطريقة. وفي منهم اللي حاول يقاوم لكنهم ما قدروش عليه. واللي سهل كل ده لشاكر ان بيت حسن كان متطرف شوية عن بيوت القرية، يعني مش بعيد ومش قريب قوي، فمحدش من اللي حواليهم حس بأي حاجة ولا سمع أي أصوات. وعلشان رجال الأمن يتأكدوا إن كل حاجة سليمة في القضية برغم اعتراف شاكر بكل التفاصيل، خدوا عينة من دمه والطب الشرعي حللها،
فلقوها هي نفس عينة الدم اللي لقوا منها أجزاء بسيطة في مسرح الجريمة. وفيما بعد حاول شاكر بالمحامي بتاعه يقلب القضية ناحية إنه مريض نفسي وإنه شخص مش طبيعي أو عاقل بحجة الظروف الأسرية والمصحة اللي دخلها، وده خلى المسؤولين يحاولوه وكشفوا عليه وعرفوا انه سليم وفي كامل قواه العقلية. وفي شهر فبراير من سنة 2020 حولت المحكمة القضية لفضيلة مفتي الجمهورية وتأيد الحكم بإعدام شاكر، علشان في 27 فبراير تقضي محكمة الجنايات بقرار إعدام المتهم. ويوم 1 مارس سنة 21 الحكم اتنفذ واتعدم شاكر على المذبحة المرعبة اللي عملها في حق أسرة ما كانش ليها ذنب في حاجة نهائي. في نهاية الحلقة شاركونا في الكومنتات، هل شاكر كان قاتل بالفطرة وظهرت حقيقته، ولا الضغوط والديون هي اللي حولته لكده؟ وشكرا جدا ليكم. اللي قدامكم دول من بشاعة الجريمة اللي عملوها في المهندسة نانيس وأطفالها اتحكم عليهم بالإعدام، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك بنفسه وافق على إذاعة تنفيذ الحكم مباشر على التلفزيون المصري، ومصر كلها اتفرجت عليه باهتمام كبير. يا ترى ايه اللي وصلهم للمرحلة دي من الجحود، وتفاصيل جريمتهم المرعبة كانت ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم، معاكم سامي في سجل إجرامي، ويلا بينا نعرف الحكاية. سنة 1997 محدش كان يتخيل أبدا الجريمة البشعة اللي حصلت وقتها في مدينة نصر، جوه بيت مصري هادي كان عايش فيه المهندس هاني وزوجته المهندسة نانيس أحمد فؤاد مع أطفالهم هديل وأنس، وكانت حياتهم طبيعية جدا زي أي بيت، وعلاقتهم ببعض كويسة، يعني تقريبا مفيش مشاكل. وفي يوم قرر الزوجين انهم يجددوا الشقة، شوية أعمال صيانة خفيفة ودهانات ونقاشة، وبدأ الزوج يسأل ويدور على حد يكون مناسب. وهنا البواب رشح له حد يعرفه اسمه محمد خورشيد. وقتها المهندس هاني وافق وكلمه، فجه محمد ومعاه قرايبه سيد زكريا علوان ومحمد زكريا علوان، واشتغلوا هما التلاتة في الشقة كعادتهم في أي شغل بيروحوه. وبعد حوالي أسبوعين خلص التلاتة الشقة وسابوا بس حاجة صغيرة في حيطة من الحيطان، واختفوا حوالي أسبوع. وبعدها كلموا أستاذ هاني وجم للشقة تاني خلصوا الجزء اللي كان متبقي، وحسبهم المهندس هاني وبعدها مشيوا على طول، علشان بعد كام يوم يتفاجئ أستاذ هاني بمكالمة من حماه الأستاذ أحمد فؤاد، وكان قلقان فيها وبيقول له إن المهندسة نانيس بنته بيكلمها ومش بترد عليه وما اتصلتش بيه كعادتها زي كل يوم. أستاذ هاني قلق جدا وحاول يكلمها لكنها ما ردتش، فاتفق مع حماه يتقابلوا ويروحوا الشقة يشوفوا فيه ايه. وفعلا وصل الاتنين وخبط الأستاذ أحمد على الشقة بقوة لدرجة إن الجيران كلهم اتجمعوا، ولما سألوهم وعرفوا اللي حصل قرروا يكسروا الباب علشان يعرفوا الأسرة جوه ولا لأ. وفعلا كسروه وشافوا قدامهم مشهد عمرهم ما كانوا يتخيلوه أبدا. شافوا الدم مغرق الشقة كلها والطفلة هديل مطعونة ووقع على جنب. أستاذ هاني جري بخوف ورعب شديد جوه الشقة، فلقى زوجته المهندسة نانيس واقعة جوه المطبخ وكانت للأسف مطعونة وميتة، وابنهم أنس ما كانش ليه أثر، فدوروا عليه لحد ما لقوه جوه دولاب من الدواليب، ولكن كان ملفوف على رقبته إشارب وباين عليه آثار الخنق الشديد. الجريمة كانت مرعبة وخطيرة لدرجة إن القضية بقت رأي عام والإعلام المصري كله اتكلم عنها، والرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك تابعها بنفسه. وطبعا الأجهزة الأمنية كانت شغالة طول الوقت علشان تقدر تعرف مين اللي عمل الجريمة وعملها ليه. وكطبيعة شغلهم الطبيعي شكوا الأول في الزوج، لكن شكوكهم انتهت بسرعة لأنهم لما سألوا الجيران عرفوا أن علاقة الأستاذ هاني بزوجته كويسة جدا وعمر أبدا ما حصل بينهم مشاكل. وبمراجعة الشغل عرفوا أن كان موجود وقت وقوع الجريمة وما راحش في أي حتة نهائي. وفورا الشكوك انتقلت تدريجيا من الزوج للجيران، وحققت الأجهزة معاهم بتدقيق شديد في كل كلمة ومعلومة أو حتى حرف اتقال، لكنهم عرفوا أن الجيران كلهم مرتاحين ماديا وبعضهم شغالين في مناصب مهمة في المجتمع، يعني مفيش شخص واحد ممكن يكون محل شك. ولكن عارفين المشكلة اللي عقدت حل القضية كانت فين؟ المشكلة ان رجال المعمل الجنائي بعد ما عينوا الشقة كلها عرفوا ان اللي عمل الجريمة حد كانت تعرفه المهندسة نانيس، وده ببساطة لانهم ما لقوش اي اثار كسر للباب
أو فتح شباك في الشقة للدخول منه. يعني المجرمين اللي عملوا الجريمة دخلوا بطريقة شرعية تماما. واللي زود تعقيد القضية أكتر وأكتر وكان مفاجأة إن رجال المعمل الجنائي لقوا المهندسة نانيس عاملة شاي في المطبخ ل3، وحطوا وقت تقريبي إن الشاي يتعمل في نفس وقت وقوع الجريمة. يعني اللي نفذوا ناس معروفين للعيلة، وكان هدفهم السرقة، لأن كل الفلوس والذهب اختفوا بعد الجريمة. وبناء على المعلومات دي اتوسعت دوائر البحث والتحقيق، ووصلت للشارع كله والعماير والمحلات، خاصة وإن المهندسة نانيس ظروفها المادية هي وزوجها كانت كويسة جدا، ومعروف عنها إنها بتحب تلبس دهب طول الوقت. وبمراجعة الشقة بعد الجريمة، الجهات الأمنية عرفت إن في بعض الأجهزة الكهربائية الغالية جدا اتسرقت هي كمان. وخليكم فاكرين النقطة دي كويس قوي، لأنها هتكون الخيط اللي هيكشف القتلة. وفي يوم الأجهزة الأمنية كانت بتحقق مع المهندس هاني، وبيحاولوا يوصلوا لشخص ممكن يكون متهم في الجريمة. سألوه عن أي ناس غريبة ممكن يكون شافها أو اتعامل معاها، عن أي حد ممكن يكون عايز يأذيه، عن حد مثلا هدده وهو مش فاكر. فقال لهم إنه في يوم جاب 3 نقاشين اشتغلوا في الشقة لمدة 2 أسبوع، وبعد كده اختفوا فترة ورجعوا تاني يكملوا شغلهم، وبعدها حاسبهم ومشيوا على طول، وما حصلش بينه وبينهم أي تواصل تاني من بعدها. فالأجهزة خدت منه مواصفاتهم، وبدأوا يدوروا عليهم في كل مكان ويسألوا عن أي شخص شافهم، لكنهم ما قدروش يوصلوا لمعلومات كتيرة عنهم، لأنهم ببساطة العمال دول ما كانوش من القاهرة وما لهمش محل إقامة موحد، وزمان كمان ما كانش فيه أرقام موبايلات زي دلوقتي، وده صعب عليهم العملية. وفجأة وسط التحقيقات في زميلات للمهندسة نانيس قالوا للجهات إن في شخص غني من فترة شاف نانيس وأعجب بيها، وحاول يكلمها أكتر من مرة، لكنها رفضت واتعاملت معاه بحزم لأنها متجوزة وكانت بتحب زوجها. وقالوا إن ممكن يكون الشخص ده عمل الجريمة بدافع الانتقام، وبعدها سرق الذهب علشان يبان للأجهزة اللي بتحقق إن هدف السرقة كان مجرد حادثة سرقة فيبعد عنه الشكوك. وفعلا اتعملت تحريات دقيقة عن الشخص ده، وعرفوا إنه شغال بره مصر، والحظ السيء كان موجود في أجازة وقت الجريمة في مصر. وفورا الجهات طلبت حضوره علشان يحققوا معاه، لأنه بقى مصدر واضح للشك. واللي زود قلقهم أكتر إنهم عرفوا إنه كان حاجز طيارة وهيسافر تاني يوم بره، لكنهم منعوا سفره وحققوا معاه، وعرفوا في النهاية إنه ملوش علاقة بالجريمة بعد ما قال لهم عن الأماكن اللي زارها وقت وقوع الجريمة، وقدر يثبت براءته فأفرجوا عنه فورا. وخلال التحقيقات الشرطة وزعت نشرة لتجار الذهب والأجهزة الكهربائية بتفاصيل الحاجات المسروقة كلها، علشان لو حد جه يبيع حاجة منهم يعرفوه فورا. وبعد أيام من العمل المرهق جدا، فجأة جه بلاغ للشرطة من تاجر أجهزة كهربائية قال لهم إن في 2 جايين يبيعوا أجهزة غالية، واضح إن هم ما يعرفوش تمنها الحقيقي ولا بتستخدم إزاي، لدرجة إن هم طلبوا تمن قليل جدا عليهم. فالشرطة طلبت من التاجر يعطل الشابين دول، وفورا راحت للمكان وقبضت عليهم، وكانوا محمد وسيد زكريا علوان، اللي هما الاتنين النقاشين اللي اشتغلوا في شقة المهندس وزوجته. والشرطة لقت معاهم الذهب المسروق ونفس الأجهزة الكهربائية المتبلغ عنها، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة ومحدش فيهم أنكر. وعرفت الجهات إن في حد قال لبوابة عمارة المهندس هاني على محمد خورشيد، وإنه صنايعي نقاش شاطر وبيخلص الشغل بسرعة، وده خلى المهندس كلمه وجابه يعاين الشقة. وقال خورشيد في التحقيقات انه لما دخل الشقة لاحظ الغنى باين على اصحابها بشكل رهيب، وشاف المهندسة نانيس لابسة كمية كبيرة من الذهب. وبعد ما اتفق مع استاذ هاني على الخامات والاسعار وكل حاجة، المهندسة نانيس جابت شنطة كبيرة مليانة فلوس وطلعت منها المبلغ اللي خورشيد طلبه علشان يشتري بيه الخامات المطلوبة للشغل واديتهوله. وده خلاه وقتها هيتجنن من اللي شايفه، خاصة وإن ظروفه المادية كانت سيئة، والذهب والفلوس دول لو خدهم هيخلوه ما يشتغلش لفترة كبيرة، أو ممكن يجيب ميكروباص ويشغله زي ما كان بيتمنى دايما في بدايات حياته. والفكر الشيطاني ده خلاه يقرر إنه لازم ياخد كل حاجة، ومفيش حد هيوقفه حتى لو هيقتل أو يعمل أفظع الجرائم. وعلشان الخطة تكمل قرر يضم معاه ولاد خالته سيد ومحمد علوان،
وحكى لهم طبعا قبل الجريمة على كل حاجة. ولما سمعوا ده عينهم لمعت وحسوا ان خلاص بمجرد ما يسرقوا الشقة حياتهم هتتحول لنعيم أبدي. وفعلا يوم الجريمة جه المجرمين واستناهم سيد تحت البيت علشان يراقب ويتأكد ان مفيش حد من عيلتهم جاي. ومحمد وخرشد طلعوا خبطوا والمهندسة نانيس فتحت لهم علشان كانوا جايين بحجة يكملوا بقية الشقة. ووقتها طلبوا منها حاجتين: قماشة علشان هيستخدموها للحيطة، وتعمل لهم شاي بحيث يركزوا في الشغل كويس. والمهندسة نانيس جابت لهم القماشة ودخلت المطبخ تعمل لهم الشاي، وفورا دخل وراها خرشد وحط القماشة في بقها وكتم نفسها. فهي بكل ثبات طلبت منه ياخد الفلوس والذهب ومحدش منهم يقرب من ولادها، ووعدته انها مش هتبلغ ولا هتعرف حد، لكنه استهزأ بيها وكتم نفسها. ووراه دخل محمد علوان وطعنها بالسكينة كذا مرة لحد ما ماتت. وعلشان ما كانش في وقت كلموا سيد فطلع بسرعة ودخلوا للصالة فلقوا قدامهم الطفل هديل، فسحبوها فورا من فوق العجلة بتاعتها وخنقوها وكتموا صوتها، وواحد منهم طعنها كذا طعنة لحد ما ماتت. وقتها الطفل أنس كان سامع من جوه أوضته اللي بيحصل ومرعوب جدا، فدخل جوه الدولاب وقعد يعيط. فالتلاتة اترعبوا للجيران تسمع وتبلغ عنهم، فدخلوا بسرعة وفتحوا الدولاب. ورغم ان انس كان عنده 2 سنين الا انهم بكل جبروت طلعوه من الدولاب، وخرشد خده في حضنه علشان يطمنه وجاب اشارب ولفه حوالين رقبته وخنقه، وبعدها رجعه تاني وقفل عليه جوه الدولاب. بعد القبض على المجرمين الإعلام اتقلب بالكامل وحصل معاهم لقاءات كتيرة وتمت محاكمتهم خلال 3 شهور بالظبط. وبعدها صدر قرار رئاسي بإذاعة حكم الإعدام مباشر على التلفزيون المصري، وتنفذ الحكم في 14 إبريل سنة 1998 قدام الكل علشان المجرمين يكونوا عبرة لأي حد يفكر يعمل جريمة شنيعة كده. في نهاية الحلقة شاركونا برأيكم، هل الطمع ممكن يخلي الإنسان بالوحشية دي؟ وشكرا جدا ليكم. الصبح كان بيشتغل صانع أحذية معروف في مراكش، لكن أول ما الليل يجي كان بيتحول لواحد من أخطر السفاحين في التاريخ، وبيستدرج ضحاياه لحد بيته يسرقهم ويقتلهم، وبعد ما يخلص يقطع راسهم ويدفنهم في جنينة بيته، لحد ما وصل عدد ضحاياه ل 36 ست وبنت. ولما اتكشف سره خد حكم من أبشع أحكام الإعدام اللي عرفها التاريخ كله. اهلا بكم في حكايه جديده عن السفاح محمد المسفيوي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ويلا بينا نعرف القصه كلها. في الفترة من سنة 1901 لحد 1906 في مدينة مراكش في المغرب كان السكان كل شوية يسمعوا عن بنت أو ست خرجت تشتري حاجات للبيت أو راحت أي مشوار واختفت ومحدش من أهلها يعرف عنها حاجة. والحقيقة إن ده ما كانش حاجة جديدة، لأن خلال السنين اللي فاتت اختفاء البنات والستات بقى أمر طبيعي هناك، وبمرور الوقت الموضوع زاد عن حده والعدد بقى كبير. وقتها السكان كانوا كل شوية بيبلغوا، وطبعا ساعتها ما كانش في شرطة بالمعنى المعروف زي دلوقتي، ولا جهات تحقيق ولا جهات أمنية تدور وتشوف القصة رايحة لفين. ولما الوضع خرج عن السيطرة الرجالة بقوا بيمنعوا بناتهم ومراتاتهم من الخروج، لحد ما بتيجي سنة 1906 تحديدا في شهر إبريل بنت صغيرة المصادر التاريخية قالت إن اسمها غدير خرجت من بيتها تلعب، فجأة اختفت. أهلها قلقوا عليها فراحوا بلغوا الجهات المختصة، وبيعدي يوم في التاني في التالت ما بيجيش عنها اي اخبار. فوقتها اهالي المنطقة اللي كانت عايشة فيها في مراكش قالوا ان هم هيدوروا عليها بنفسهم، لانهم كانوا مستائين جدا من الجرائم ومن قلة اهتمام الجهات بتأمينهم. وفعلا خرجوا كلهم من بيوتهم ودوروا على البنت، وكانت البداية مع حد بيبيع فاكهة كان قريب من سكنها. راح له الأب والأم والأهالي وسألوه عن آخر مرة شاف فيها البنت، فحكى لهم إنها دخلت من شارع معين وشاور عليه. فراحوا للشارع وسألوا سيدة كبيرة في السن هل شافت بنت صغيرة ولا لأ، وبدأوا يتتبعوا خط سيرها ويمشوا في كل شارع راحته ويسألوا هل في ناس شافتها ولا لأ. وبعد ساعات طويلة الليل جه والناس كانت تعبانة لدرجة إن جزء كبير منهم رجع لبيته، والجزء اللي اتبقى كان قليل ومحبط
وفضل العدد يقل تدريجيا لحد ما سيدة في الأربعينيات قالت لهم إنها شافت الطفلة غدير مع سيدة كبيرة في السن عندها حوالي 70 سنة. مشيوا في السوق والبنت الصغيرة كانت خايفة لحد ما دخلت مع السيدة الكبيرة بيتها وقامت مشاورة عليها. بسرعة الأب والأم والأهالي راحوا للبيت وخبطوا عليه، فالسيدة الكبيرة رفضت تفتح لهم، فكسروا الباب ودخلوا، وجوه البيت لقوا هدوم كتيرة لسيدات وبنات. وهنا عرفوا انهم وصلوا المكان الصح. الاهالي من الغضب الشديد بسبب جرائم الاختفاء مسكوا السيدة وضربوها وعذبوها، وخلوها تعترف انها خطفت الطفلة غدير علشان كانت لابسة حلق في ودانها، لكن الطفلة ما كانتش موجودة في بيتها لان هي سلمتها لواحد تاني بتشتغل معاه. وعرفوا كمان منها انها بتجيب البنات والسيدات بطرق مختلفة، زي انها تقول لهم انها محتاجة حد ينظف بيتها او محتاجة حد يساعدها في الاكل وتديله مقابل كبير، وطرق تانية كانت مختلفة. وبعد ما بتستدرج الضحايا بتروح بيهم للراجل اللي شغالة معاه يقتلهم ويقسموا الفلوس ما بينهم. الأب والأم لما سمعوا الكلام ده خدوا الست معاهم وراحوا بيها لبيت شريكها واللي كان في منطقة هادية شوية، وخبطوا عليه الباب، ففتح ليهم وما كانش متوقع ان جرايمه هتتكشف فجأة كده قدام الناس كلها. والصدمة ان الاهالي طلعوا يعرفوه، وكان اسمه الحاج محمد المسفوي، صانع احذية مشهور جدا في مراكش، وفي ناس كتيرة بتحبه وبتتعامل معاه يوميا لانه بشوش وطيب وملامحه هادية. ولكن معرفة الاهالي بيه ما منعتهمش من غضبهم، فمسكوه ضربوه وعذبوه. ولما دوروا في بيته على الطفلة غدير اكتشفوا ان شربها عصير فيه مخدر، ولما راحت في النوم خنقها، ولما اتأكد انها ماتت خلاص فصل راسها عن جسمها وعمل حفرة صغيرة في جنينة بيته، وكان خلاص هيدفن فيه الطفلة. الصدمة وقعت على الأب والأم، فمسكوا الراجل وكانوا هيموتوه، لكن الناس منعتهم وسلموه للجهات الأمنية. ولأن زي ما قلنا ما كانش فيه قوات أمن أو شرطة بالمعنى المعروف زي دلوقتي، كان المسؤول عن الأمن في مراكش هو حد اسمه القاضي الشرعي، وده كان مسؤوليته التحقيق في القضايا والجرائم والحكم على المجرمين بالإعدام بجانب مهمات تانية بيقوم بيها. وبعد ما الأهالي قبضوا على محمد المسفوي سلموه لمكتب القاضي الشرعي، ويومها كانت في حالة غضب كبيرة جدا في الشارع وضغط جماهيري مرعب. وقتها القاضي حقق معاه الأول علشان يتأكد من التهمة، وخلال التحقيقات اعترف المسفوي بأنه كان بيشتغل الصبح صانع للأحذية، وبسبب دي الحال والأزمات الاقتصادية كان بالليل بيصطاد البنات والسيدات من الشوارع، مرة بحجة انه يصلح ليهم جزم، مرة بحجة انه بيدور على واحدة تساعده في الشغل، مرة بحجة انه بيدور على خدامة، وكان بياخدهم على بيته ويبص حواليه كويس ان محدش شايفه او حاسس بيه. وبعد ما كان بياخد الضحية لبيته او للمحل بتاعه كان بيديهم عصير او مشروب كان بيبقى جواه مخدر، واول ما الضحية تشرب بتروح في النوم على طول. كان فورا بيشوف الفلوس والذهب او اي متعلقات شخصية ويسرقها، وبعد ما يخلص كان بيسحبهم على البدروم اللي في بيته وبسكينة حادة وقوية يفصل راسهم عن جسمهم، وبعدها يشيلهم ويدفنهم يا اما في جنينة البيت يا اما تحت ارضية المحل بتاعه. وقال كمان انه استمر على الحال ده لسنين طويلة، لدرجة ان كان في سيدات ما بيقدرش ياخدهم لبيته، فكان بيخليهم يجولوا بالليل في المحل وبيقتلهم ويدفنهم ويخبيهم تحت الأرضية. وكمل كلامه في التحقيقات وقال إنه في آخر كام سنة بدأ الأهالي اللي ساكنين جنبه بسبب اختفاء البنات والسيدات يلاحظوا أي حاجة بتحصل، أي شخص غريب، أي ست مش معروفة، أو صوت أو خبطة، والقلق سيطر على كل حاجة. وده كله خلى محمد المسفوي يدور على شريكة تساعده، وبعد تدوير لقى سيدة كبيرة في السن اسمها آن، وعرف انها من اصول اجنبية ومحتاجة فلوس لان ظروفها صعبة وبتعاني من بعض الامراض والمشاكل الصحية، فطلب يقابلها وعرض عليها فلوس وفهمها شغله بكل جراءة. وده يعرفنا مدى قوته وانه ما كانش خايف يتفضح او يتكشف. وبعد ما عرض عليها الشغل معاه وافقت، وبدأت هي اللي تجيب له البنات والسيدات لحد باب بيته وهو يقوم بالباقي. القاضي الشرعي بعد ما خلص تحقيق معاه كان مصدوم من اللي سمعه ومش قادر يصدق ايه اللي وصله للمرحلة دي، خاصة وان مراكش في الوقت ده كان معدل الجريمة فيها محدود ومفيش مشاكل بين الناس وبعضها،
ولما سألوا عن السبب اتحجج محمد المسفاوي بضيق الحال وإنه عنده مشاكل صحية خلته ما بقتش قادر يشتغل وإنه محتاج فلوس كتيرة كل شهر. واكتشف القاضي بعد تحقيقات طويلة إنه شخص طبيعي مش بيعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، يعني ملوش أي حجة تخليه يعمل الجرائم دي. وعلشان القاضي الشرعي يكون متأكد من كل حاجة قالها السفاح في التحقيقات، بعت محققين ودكاترة للأماكن اللي السفاح قال عليها علشان في المحل بتاعه بس يكتشفوا 16 جثة لبنت كلهم راسهم مفصولة عن جسمهم، وفي جنينة بيته القريب اكتشفوا 20 جثة مختلفة لسيدات وبنات، وللأسف كان في بعض الجثث راسهم مش موجودة. وبعد ما الجهات اكتشفت الجثث أمرت بدفنها علشان أهالي الضحايا يهدوا شوية. وبعد ما خلصوا التحقيقات مع السفاح نشرت بعض الصحف الأجنبية المعلومات كلها، وده زود الغضب جوه الناس أكتر. علشان القاضي الشرعي يمتص غضبهم حكم على السفاح بإنه يموت مصلوب قدام الكل. وقتها الشارع هدي تاني والناس حست بالانتقام منه، وجه ميعاد التنفيذ وكان يوم 2 مايو سنة 1906. ولكن لأنه كان في ممثلين من السفارات الأجنبية في المغرب رفضوا الطريقة دي في الإعدام وقالوا إنها ما بقتش تناسب العصر الحالي لأنها ببساطة ضد حقوق الإنسان، ومش معنى إن المجرم غلط إننا نعاقبه بطريقة وحشية تزود الغل والحقد. وقدام الضغط الدبلوماسي ده اضطر القاضي الشرعي على الموافقة، ولكن ده خلى الغضب في الشارع يرجع تاني لأن الناس وقتها شافت إن المسفاوي لازم يتعذب ويحس بالألم قبل ما يموت. ونتيجة لكل اللي حصل القاضي والسلطات المختصة أجلوا الإعدام لفترة، ووصلوا بعدها لحل مؤقت، وبقى كل يوم يخرجوا المسفاوي من السجن في سوق شهير هناك وزحمة يتجلد ويتعذب ويتهان قدام الناس، وبعدها يرجعوه تاني للسجن. وفضل الوضع مستمر لفترة لحد ما الناس زهقت وبقوا مصممين على ان حكم الاعدام لازم يتنفذ. وبعد تفكير طويل ما بين القاضي الشرعي والجهات المختصة وصلوا كلهم لحل مرضي. وفي يوم 13 يونيو حفروا حفرة ضيقة شوية في حيطة ضخمة كانت موجودة في ساحة سوق مراكش، وحطوا فيها المسفاوي وثبتوا جسمه جواها بأحبال تقيلة وقوية علشان ما يقدرش يخرج منها. وفضل يومها يصرخ ويعيط ويطلب رحمتهم وسط حشد ضخم من الناس في الساحة. كانت الصرخات عالية جدا من الأهالي، بالأخص أهالي الضحايا اللي قتلهم. ووقتها الجهات المختصة بنت حيطة فوق المسفاوي علشان يموت جوه السجن الصغير ده. وبعد ما خلصوا بنا فوقيه الناس فضلت تصرخ أكتر من الفرحة. وفي بعض المصادر العربية اللي اتكلمت عن الحكاية دي قالت إن في ناس في السوق لمدة أيام كانوا بيسمعوا السفاح بيصرخ من جوه الحيطة وبيطلب منهم الرحمة والمساعدة، فكانوا بيقفوا جنب الحيطة ويضحكوا عليه ويكملوا طريقهم عادي. وبعد 3 أيام شموا ريحة عفن قوية فعرفوا إنه مات واتحلل علشان يفضل المسفاوي قصة مؤثرة ومرعبة في الشارع المغربي كله، وما جاش ولا هيجي زيه في التاريخ العربي. في نهاية الحلقة قولوا لنا رأيكم عن أبشع حاجة في الحكاية، الجرايم ولا طريقة الإعدام؟ وشكرا جدا ليكم. بعد ما قتلوا ياسر يوم رأس السنة قطعوا جثته لأكتر من 40 قطعة، وبكل جبروت وقوة مارسوا جنبه علاقة غير شرعية. وبعد ما خلصوا خطتهم الشيطانية قسموا أشلاء الجثة على 11 كيس ورموهم للكلاب علشان تاكلهم في الزبالة، وبعدها حبسوا ابنه حسن علشان ما يشوفش جريمتهم الشنيعة. أهلا بيكم في جريمة بدر، معاكم سامي في سجل إجرامي، ويلا بينا نعرف الحكاية. في يوم طبيعي جدا من سنة 2023 خرج ياسر لشغله، وكالعادة فطر الصبح مع زوجته فاطمة وابنهم حسن، وبعدها جاله تحت البيت ابن عمه سيد، والاتنين ركبوا عربية نص نقل واتحركوا بيها على مكان الشغل في العاصمة الإدارية الجديدة. وياسر كان شغال مقاول أفراد، يعني الشركات بتجيبه في مشاريع البناء وبتكون مسؤوليته يجيب عمال وياخد نسبته ويديهم أجرهم. وبعد ما كان شغال عامل باليومية في الصعيد كبر وطور من نفسه وسافر هو ومراته اللي كانوا بيحبوا بعض جدا للقاهرة، وعاش في شقة في مدينة بدر علشان يكون قريب من العاصمة الإدارية لأنها أكتر مكان بيمسك فيه مشاريع. وبعد يوم عمل طويل طلب ياسر من سيد ابن عمه واللي كان أصغر منه وعنده 25 سنة يدي العمال يوميتهم ويروح هو،
ولما سيد سأله مش هيروحوا سوا ليه، خاصة وإن هما ساكنين جنب بعض، ياسر قال له هيعمل كام حاجة بس وهيرجع بيته متأخر شوية. وبعدها اتصل بفاطمة مراته وقال لها إنه هيتأخر، وأكد عليها بلاش تستناه على الغدا. وقتها هي اتضايقت لأن هما كانوا مرتبطين ببعض. وبعد ما قفلت معاه أكلت هي وابنها وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. بتعدي ساعة في التانية في التالتة، وياسر على غير العادة يتأخر لنص الليل وما يبلغش حتى فاطمة بأي حاجة. فرنت عليه ولقت موبايله مقفول، فرنت على سيد صحته من النوم وسألته عن جوزها، فقال لها إنه سابه في الموقع ومشي. وجرب هو كمان يرن عليه لكنه مردش، فكلم كذا عامل سألهم عن ياسر، ولكن مفيش حد قال له أي معلومة عنه. بيعدي كام يوم والقلق بيسيطر على فاطمة وسيد، فراحت الزوجة لاسم شرطة بدر وبلغت إن جوزها مختفي بقاله كذا يوم، وبتحاول توصله لكنها مش عارفة نهائي. وقالت لهم إن آخر مرة كلمها قال لها إنه هيتأخر وبلاش تستناه على الغدا. وعلى طول الجهات الأمنية اشتغلت على بلاغ التغيب، وراجعوا الكاميرات ودوروا وسألوا وحققوا مع الناس والجيران، وحتى حققوا مع بعض العمال اللي كان شغال معاهم ياسر. وسألوا الزوجة هل ممكن يكون ليه أعداء؟ هل هو كان على خلافات مع حد؟ مين ممكن يكون قتله؟ وأسئلة تانية كتيرة جدا علشان يقدروا يعرفوا أكبر قدر من المعلومات عنه. استمرت الأجهزة في البحث والتحقيق لحد ما بيجي أخو ياسر من البلد، لأنه عرف موضوع اختفاء أخوه متأخر بسبب إنه ما كانش شغال معاه ومشغول في حياته وبيته. ولما بيروح بيت أخوه في مدينة بدر بيتفاجئ إن عربيته موجودة زي ما هي تحت البيت، وبيستغرب جدا من ده. ووقتها راح لاسم شرطة بدر وقال لهم على المعلومة دي، علشان هناك يتفاجئ الأخ بمعلومة خطيرة جدا كانت هي مفتاح حل القضية كلها. عرف من اسم الشرطة إن فاطمة بلغت إن جوزها ياسر مريض نفسي وبيختفي كل شوية من البيت، وكمان بيمشي زي المجانين في الشوارع. وقتها استغرب ونفى الكلام ده، وقال لهم إن أخوه مقاول كبير وماسك مشاريع كتيرة وحد سمعته معروفة ومستحيل يكون الكلام ده حقيقي. واتهم الأخ فاطمة إنها ممكن تكون قتلت ياسر أخوه، وده لأن في الفترة الأخيرة كان في خلافات كبيرة بينهم، وهي طلبت الطلاق منه أكتر من مرة، لكن أخوه كان متمسك بيها زي ما قلنا. الجهات الأمنية لما بتسمع ده بتشك فورا في الزوجة، فرجعوا كاميرات المراقبة اللي كانت قدام البيت ولاحظوا إن ياسر يوم رأس السنة اللي هو يوم الجريمة دخل بيته وما خرجش. وبعدها في نفس اليوم جه سيد، وفي اليوم اللي بعده شافوا سيد وفاطمة شايلين شنط سودة، علشان يتصادف في نفس الوقت إن حد من عمال النظافة يكتشف كيس من الأكياس السودة دي وكان جواه أشلاء جثة. بمراجعة الطب الشرعي عرفوا إنها جثة ياسر. ووقتها الجهات الأمنية قبضت على سيد وفاطمة فورا وحققت معاهم علشان يعرفوا سبب الجريمة. وخلوا بالكم كويس قوي ان السطور الجاية دي هنعرض لكم فيها ملخص التحقيق مع فاطمة، ولو حد ما بيقدرش يستحمل او يسمع كلام بشع ممكن ما يكملش ويوقف الفيديو لحد هنا. حكت فاطمة في اعترافاتها ان زوجها كان طيب وبيحبها، ولما جه للقاهرة وكبر وبقى معروف سمع بالصدفة ان سيد ابن عمه اللي كان شغال عامل باليومية في السيراميك تعبان وبيعاني ومش عارف يكون نفسه ولا يعمل قرش كويس، فبعت وجابه من البلد ووفر له عيشة مناسبة وقريبة منه ونزله كمان يشتغل معاه، وبقى بيعتمد عليه طول الوقت وبيدخل بيته وياكل ويشرب معاه، وفي الأعياد كمان بيجيلهم. وكان ياسر مستأمنه على كل حاجة حرفيا، وعمره ما شك فيه أو خونه حتى. وكملت وقالت إن ياسر كان عامل مخزن صغير للمعدات بتاعته في بيتهم، فكان بيبعت سيد يجيب المعدات من وقت للتاني، ونتيجة لده اتعرف على فاطمة أكتر وبدأت علاقتهم سوا، لأنه كان بيتدخل لحل الخلافات بينها وبين جوزها وبيهديها عليه وبيحاول يحل المشاكل دي. لحد بعد سنة كاملة وتحديدا في يوم ياسر سافر لشغل بعيد اتفاجئت الزوجة ان سيد بيخبط عليها الشقة وعايز يدخل. في البداية قلقت ورفضت وجوده لكنه اتكلم معاها، وبعد ما دخل بشوية حصل بينهم علاقة. بيمر الوقت والعلاقات بينهم بتزيد أكتر وأكتر، لدرجة إن فاطمة في التحقيقات قالت نصا أنا مش فاكرة كام مرة حصل ده. وبتمر عليهم سنتين كاملين،
فبيقرر الاتنين ان هما لازم يخلصوا من ياسر. في البداية حاولت فاطمة تعمل مشاكل وخلافات معاه، مرة تبقى عايزة تسيب البيت، مرة تطلب الطلاق، لكن ياسر كان متمسك بيها وبابنهم حسن ورفض الطلاق، وحاول يكسبها بأي طريقة، لكنها حسب اللي قالته في التحقيقات خلاص كانت حبة سيد. وفي يوم 25 ديسمبر سنة 2023 اتفق الاتنين ان هم يقتلوا ياسر، والخطة اتحطت وكان تالتهم الشيطان. وفي يوم رأس السنة اتفقت فاطمة مع زوجها ان هم يحتفلوا باليوم سوا، وجهزت له عشاء يليق باتنين عشاق بيحبوا بعض، وحطت في الاكل اقراص منوم وجابها لها سيد قبلها بيوم، وبعدها قعدوا ياكلوا بانسجام وسعادة. وبعد ما ياسر خلص اكله حس انه دايخ وتعبان، فدخل يرتاح شوية، وبعد شوية زاد التعب عليه اكتر، فندى على فاطمة علشان تلحقه، فراحت اديته قرص منوم تاني وقالت له ده للضغط لان شكلك ضغطك عالي، ولانه ما كانش مركز في حاجة وتعبان صدقها ونام شوية وصحي تاني. ففضلت تديله قرص منوم في التاني لحد ما وصل عددهم ل6 أقراص. وقتها ياسر نام، فاتصلت فاطمة بسيد فقال لها خدي حسن وانزلي وانا هتصرف في الباقي. وفعلا جه ودخل أوضة النوم وقعد يخنق في ياسر لحد لما مات. بعدها اتصل بيها وقال لها تعالي انا خلاص خلصت. جت فاطمة تاني وسابت حسن في الشارع، ودخلوا الأوضة اللي فيها جثة الزوج وعملوا علاقة كاملة. وبعدها خرجت للصالة علشان يشوفوا هيخلصوا من الجثة ازاي، ولكن وقتها سيد دخل بكل برود الدنيا، خد شاور وطلع قعد بره على الكنبة كأنه ما عملش جريمة ولا حاجة ولا حتى حس بأي حاجة. وحتى فاطمة ما كانتش مصدومة ولا متفاجئة، وشوية ونزلت جابت حسن من تحت ودخلوا في أوضة تانية وناموا، وكل برود الاتنين ناموا وكأن مفيش أي جريمة تمت. وتاني يوم لما صحيوا نزلت فاطمة صاحبة فلوس وعملت غدا واشترت أكياس كتيرة وسكينة ضخمة. ووقتها سيد سحب الجثة ودخل الحمام وبدأ تقطيع وحط في الأكياس، لدرجة انه قطع الجثة ل40 قطعة. وعلشان حسن ما يحسش بحاجة نزلوه لتحت في الشارع. وبعد ما سيد خلص جريمته طلب من فاطمة تجيب له كلور علشان ينظف اللي عمله. وبعد ما حط الجثة في الأكياس قال لها كل يوم هنرمي شنطتين 3 علشان محدش من الجيران يشك في أي حاجة. وكل يوم كانوا بينزلوا يرموا الأكياس في الزبالة في حتة مختلفة، وفاطمة تعمل له الغدا ويكملوا علاقتهم. واستمر الوضع يوم في التاني في التالت لحد ما خلصوا الأكياس بالكامل. وعلشان الخطة تمشي بشكل سليم ومحدش يشك فيهم ولو للحظة واحدة، سيد طلب منها تروح تبلغ في اسم شرطة بدر وتاخد صورة جوزها وتقول لهم هناك انه مريض نفسي، وانه كلمها وقال لها يوم اختفائه انه مش جاي. ومن هنا انكشفت الخطوط تدريجيا. وحكت فاطمة كمان ان علاقتها بسيد ما كانتش في القاهرة وبس، ده حتى لما كانت بتسافر لأهلها في محافظة من محافظات الصعيد كان بياخد اجازة من شغله وبيروح لها في بيت جوزها. واختتمت فاطمة كلامها بان ياسر كان بيحبها جدا، لدرجة انها في اول كام سنة من جوازهم كان عندها مشاكل في الخلفة، واهله اقترح عليه يتجوز واحدة تانية لكنه رفض وتمسك بيها لحد ما خلفوا ابنهم حسن. ولما هي فيما بعد عملت معاه مشاكل كتيرة علشان تتطلق وتتجوز سيد، رفض يتخلى عنها وحاول يسعدها بأي طريقة. ويوم 5 إبريل من سنة 25 بمعاقبة فاطمة وسيد بالإعدام بتهمة قتل ياسر مع سبق الإصرار والترصد لنية التخلص منه وورث ممتلكات. في نهاية الحلقة شاركونا وقولوا لنا تفتكروا طيبة ياسر كانت هي السبب في موته ولا شر وطمع اللي حواليه؟ وشكرا ليكم. بمجرد ما دكتور أسامة توفيق دخل الشقة علشان يكشف على المريضة، لقى واحد ملثم في وشه وفجأة ضربه على دماغه وكهربه، وبعدها سحب منه لتر دم كامل وحطه جوه ازازة بلاستيك وحقنه بمخدر في جسمه، وبعدها نقلوه على كرسي متحرك ودفنوه تحت بلاط العيادة بتاعته وحطوا ثلاجة فوقه علشان يخفوا بيها الجريمة. ولكن الجهات الأمنية اكتشفت الجثة وانطلقت بعدها سلسلة كاملة من تحقيقات كشفت عن أسرار خطيرة ومرعبة في قضية طبيب الساحل، وده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وأهلا بيكم، معاكم سامي، ويلا بينا نعرف الحكاية.
من أكتر قصص الجريمة البشعة والصعبة اللي هنتكلم عنها النهاردة قصة لو اتعملت فيلم أو مسلسل ما كانش حد صدق تفاصيلها المرعبة. بتبدأ القصة مع الدكتور الشاب أسامة توفيق، واللي كان عنده 30 سنة وشغال في قسم العظام بمعهد ناصر في القاهرة. دكتور أخلاقه منضبطة وبيعامل المرضى كويس، محبوب في منطقته من صحابه، وعمره ما عمل مشكلة أو موقف ضايق حد منه. وكمان كان معروف قد إيه هو كريم وبيحب الخير وبيساعد الناس كلها بدون أي مقابل. وما كانش متجوز وبيكون نفسه، ولأنه تميز في شغله الكل توقع له مستقبل كبير. والدكتور أسامة كان عايش مع والدته، ولأنها كبيرة في السن دايما كان بيكلمها طول اليوم، يعني مرة يطمن عليها، مرة يشوفها لو محتاجة حاجة، لحد ما بتيجي الصدمة الكبيرة في شهر يونيو من سنة 2023 لما فجأة اتصالات الدكتور أسامة اتقطعت مع والدته واختفى يوم كامل ومحدش من أسرته عرف يوصله. وقتها والدته قلقت جدا وقلقها زاد أكتر لما واحد من صحاب ابنها كلمها وسألها عنه تاني يوم من اختفائه، لأن يومها كان الاتنين رايحين فرح وصاحب ابنها جايب له معاه البدلة، وفضل مستنيه بس ما خرجش. ولما سأل عنه في المعهد قالوا له انه راح كشف خارجي ومن وقتها مرجعش للمعهد تاني. ساعتها الأم كلمت صحابه في الشغل، وواحد منهم قال لها ان دكتور أسامة خرج من المعهد في مواعيد شغله وراح يكشف على سيدة كبيرة في السن عاملة عملية وما بتقدرش تتحرك نهائي، فقفلت معاه واستنت. عدى يوم والتاني والتالت، وده خلى والدته تتأكد ان في حاجة غلط، لأن دكتور أسامة عمره ما اتأخر أو اختفى بالشكل ده. فالأم خدت حد من الأسرة وراحوا المعهد، وهناك عرفت إنه لسه ما جاش ومحدش قدر يوصله. ولما ما وصلتش المعلومات تفيدها عن ابنها راحت بلغت في اسم الشرطة عن تغيبه. ومن بلاغ التغيب بدأت الجهات الأمنية رحلتها في البحث عن سبب اختفاء الدكتور. وبالتحقيقات الأولية عرفوا إن في بنت كلمته وبلغته إن والدتها كبيرة وعاملة عملية ومحتاجة لزيارة منزلية. ومن المعلومة دي تابعت الجهات تحركاته الأخيرة كلها عن طريق كاميرات المراقبة في المعهد، وآخر مكان زاروا الدكتور عن طريق اللوكيشن. وقدروا بعد بحث يعرفوا إن آخر مكان راحوا قبل ما يختفي كان عمارة سكنية في منطقة قريبة علشان يكشف على الحالة. ولما راحوا هناك وراجعوا الكاميرات شافوا حاجة غريبة، وهي إن في 2 رجالة نزلوا من العمارة وحركوا قدامهم كرسي متحرك، وعلى الكرسي ده كان قاعد دكتور أسامة وباين إنه مغمى عليه. وده خلاهم يراجعوا كاميرات الشوارع كلها لحد ما لقوا 2 رجالة وصلوا لمنطقة سكنية تانية، وهي منطقة الساحل في شبرا بالقاهرة، ودي اللي فيها عيادة الدكتور أسامة. وبيشاركوا فيها زميله دكتور عظام اسمه أحمد شحتة، وكمان بيشتغل معاه في معهد ناصر. وخليكم فاكرين الاسم ده لأنه مكمل معانا لباقي الحلقة. والجهات المختصة فورا اتوجهت للعيادة، فلقوا هناك دكتور تاني وقال لهم إن دكتور أحمد شحتة أخد أجازة وهو موجود مكانه لحد ما يرجع تاني. والجهات المختصة لاحظوا حاجة غريبة، وهي ان المكان كان فيه رملة وادوات حفر، وكان باين عليه زي ما يكون بيترمم من اول وجديد. فدوروا في كل مكان جواه لحد ما وصلوا لأوضة كبيرة. لما دخلوا فيها شموا ريحة سيئة، ولما قربوا من مصدرها لقوا حتة في الأرض باين إن البلاط فيها لسه جديد، وفوقها تلاجة كبيرة. ولما قربوا وشالوا بلاط الأرض لقوا جثة الدكتور أسامة وكانت مشوهة ومتحللة. بعد كده الجهات المختصة دوروا على الدكتور أحمد شحتة، لكنه كان مختفي تماما لحد ما لقوه هربان في محافظة من محافظات الصعيد. وبمواجهته اعترف انه قتل دكتور أسامة وساعده في الجريمة 2 تانيين. الأول هي إيمان وشغالة محامية وفي بينهم قصة حب من سنين طويلة ومتجوزين عرفي. والمتهم التاني هو أحمد فرج، وده مورد وكان شغال مع القاتل. وفورا الشرطة قبضت عليهم وحبستهم على ذمة القضية يوم 8 يونيو سنة 2023. والحقيقة بعد القبض على المتهمين كان فيه لغز مهم. ليه أحمد شحتة يقتل صاحبه وعشرة عمره؟ الحقيقة ان سبب الجريمة هو الكره والحقد، لان احمد شحتة كان دايما مديون ومش محبوب، وما قدرش خلال سنين شغله يكون فلوس او يأمن مستقبله. وده خلاه يحقد على زميله أسامة، لانه كان من عيلة غنية وظروفه كويسة وبيقدر يحافظ على كل حاجة معاه، وكمان محبوب جدا من المرضى لدرجة ان العيادة كانت شغالة على سمعته الطيبة.
والسبب التاني للجريمة هو إيمان اللي كانت كل شوية تطلب من شحتة إنه ينفذ وعده ليها ويتجوزها رسمي، لكنه كان بيرفض دايما بحجة إن ظروفه مش سامحة وإنه متجوز واحدة تانية سحبة كل فلوسه. ونتيجة للأسباب دي فكر شحتة كتير ولقى إن الحل هو خطف دكتور أسامة ومساومة عيلته على مبلغ كبير، خاصة كمان إنه ليه أخ شغال في السعودية وكان مرتاح ماديا، يعني مهما يطلب منه مبلغ مش هيرفض. وبعد كده ضم شحتة في خطته أحمد رمضان وإيمان، وفي شهر مايو سنة 2023 اشترى أدوات للحفر بحجة إن هما هيرمموا العيادة كلها، وعملوا في أوضة من الأوض حفرة عميقة، وأحمد رمضان أجر شقة قريبة من العيادة علشان يستدرجوا فيها دكتور أسامة، وخلى إيمان تشتري على فترات متباعدة أزايز مية نار علشان كان عامل في حسابه إن وارد أسامة يموت ويضطر يشوه الجثة بحيث يقدر يخلص منها. واتفق شحتة مع إيمان إنها تتصل بالدكتور أسامة وتقول له إن والدتها كبيرة في السن وعاملة عملية ومحتاجينه يجي لها بسرعة. وفعلا يوم الجريمة اتصلت إيمان بالدكتور الساعة 7 مساء، ووقتها هو كان في شغله وقالت له إنها تبعت له أخوها علشان يجيبه للعنوان، وفعلا بعتت له أحمد رمضان واستدرجوه للشقة اللي أجرها. وبمجرد ما الضحية دخل الشقة لقى قدامه شخص ملثم كان هو شحتة، والتلاتة مسكوه وعذبوه وضربوه بعنف لحد ما أغمى عليه. وشحتة حقنه بمخدر علشان ما يفوقش بسهولة، وعمل أشنع حاجة محدش كان يتخيل، وهي إنه سحب من دكتور أسامة لتر دم كامل وحطه في إزازة بلاستيك علشان يحس بانتقامه الشديد منه. وبعدها خد موبايل الضحية كسره هو والشريحة، ولما دور في محفظته ملقاش مبلغ مالي كبير. وهنا كانت الصدمة اللي ضربتهم لأنهم عملوا الجريمة دي علشان الفلوس. وبعد وقت دكتور أسامة فاق فاداله شحتة حقنة مخدر تانية وقرر ينقله للعيادة على طول. وعلشان محدش يكشفهم اشتروا كرسي طبي متحرك وحطوا عليه الضحية، وقت الفجر لما الدنيا هديت نقلوه للعيادة. وطبعا محدش شافهم ولا خد باله من حاجة، وجوه العيادة ربطوا ايديه ورجليه وكمموا بقه ورموه في الحفرة اللي عملوها، وكمان عملوا له قسطرة علشان يعمل منها حمام لحد ما ياخدوا الفدية من أهله ويهربوا. ولكن فجأة دكتور أسامة فاق تاني وكان باين عليه الفزع وحاول يصرخ ويطلب المساعدة، لكن شحتة ضربه بعنف على راسه فأغمى عليه واداله حقنة مخدر رابعة وكتم بقه بقماشة كبيرة. وللأسف جسمه ما استحملش الجرعات فمات. والتحقيقات كشفت ان بعد موته اقترح شحتة عليهم ان هم يقطعوا الجثة ويحطوها في اكياس، لكن ايمان ورمضان رفضوا الفكرة وخافوا من الدم الكتير، واقترح على شحتة ان هم يدفنوه في الحفرة، وفعلا ده اللي حصل ودفنوه. وبعد كده رذموا عليه التراب وجابوا بلاط جديد وحطوه في الارض. ولان الخطة فشلت والدكتور مات اتفق شحتة مع التلاتة ان كل واحد فيهم يروح لمكان مختلف لحد لما الدنيا تهدى وهو هرب للصعيد. ويوم 23 سبتمبر سنة 2023 كانت أول جلسة محاكمة للمتهمين، ويوم 8 أكتوبر الجنايات أحالت المتهمين لفضيلة المفتي علشان بعد شهر قضت الجنايات بحكم الإعدام على شحتة ورمضان والسجن المشدد لإيمان. وبعد 3 سنين من المحاكمات وجمع الأدلة حاول خلالها المتهمين إنكار الجريمة، بالأخص شحتة اللي قال في مرة من المرات ليه هقتل عشرة عمري، وإيمان اللي قالت إنها ما كانتش تعرف دكتور أسامة ومفيش دافع واحد يخليها تقتله من الأساس. علشان في 27 ديسمبر سنة 25 قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لشحتة وأحمد رمضان والسجن لمدة 15 سنة لإيمان، ورفضوا طعنهم اللي قدموه على الأحكام. في نهاية حلقتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وقولوا لنا في الكومنتات هل الحقد ممكن يوصل لجريمة بشعة بالشكل ده؟ وشكرا جدا ليكم. تخيل معايا انك اجرت شقة في منطقة محرم بيه في اسكندرية، وبعد يومين تسمع خبط عنيف على الباب، تفتح فتلاقي الشرطة واقفة ومعاها اذن من النيابة وبتطلب منك تسيب الشقة فورا. تسألهم في ايه بالظبط، فيقولوا لك ان في بلاغ جالهم بان في جثة مدفونة تحت سيراميك الشقة اللي انت قاعد فيها دلوقتي وبقالها اكتر من 8 سنين. ازاي الجريمة دي فضلت سر كل الفترة دي، ومين الضحية؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، جريمة محرم بيه. اهلا بيكم، معاكم سامي، ويلا بينا نعرف الحكاية كلها. اللي قدامكم في الصورة دي هي نيرة رجب،
كانت عايشة في اسكندرية، ووالدها ووالدتها متوفين، وليها أخين هم رفعت وحسين، وأخت كبيرة اسمها بدرية، ودول من أب تاني كانت والدتها متجوزاه من زمان وانفصلوا عن بعض. وخليكم فاكرين التفاصيل دي لأننا هنحتاجها في حلقتنا النهاردة. في شهر فبراير من سنة 2024 نيرة اللي وقتها كان عندها 12 سنة بس، وكانت لسه والدتها عايشة، قامت من نومها على حوالي الساعة 2 بالليل علشان والدتها كانت تعبانة بقالها فترة وبتعاني من مشاكل صحية بسبب السكر والضغط. نيرة دخلت لأوضتها بحيث تطمن عليها، واتصدمت لما شافت والدتها بتطلع في الروح، وبعدها خلال وقت بسيط جدا ماتت. نيرة انهارت من العياط وكانت خايفة جدا، وفي وقت بسيط برضه الجيران اتجمعوا كلهم، واخوها رفعت صحي، واختها بدرية اللي كانت متجوزة وعايشة بعيد جت هي وجوزها. وطبعا الدنيا مشيت بشكل طبيعي، الام اتدفنت واتعمل عزا، ونيرة كانت في حالة نفسية سيئة جدا لان والدها رجب متوفي من 8 سنين، وكده بقت وحيدة ويتيمة. بتمر الأيام عليها ببطء وحزن شديد جدا، وبدرية أختها كانت بتحاول ما تسيبهاش، يعني مرة تجيبها عندها، مرة تروح لها، مرة تعمل لها أكل، والأيام كانت بتفوت وتمر برتمها المعتاد. ونيرة رغم إنها كانت صغيرة في السن إلا إنها لاحظت إن بدرية أختها بتبص لرفعت بنظرات من الغضب وبتتجنب تكلمه، ولما هو بيكلمها بتتعصب عليه وما بتردش، وده كان غريب خاصة وإن بدرية طيبة ومش بتاعت مشاكل. وخليكم برضو فاكرين نقطة الطيبة دي لأنها عملت كارثة قدام هنعرفها. وبعد حوالي 11 شهر من وفاة الأم جت بدرية في يوم كعادتها وادتها الغدا، وطلبت منها تسيبها لوحدها علشان تتكلم مع رفعت، وقفلت عليهم باب الأوضة. في البداية اتكلموا بصوت منخفض، ولكن فجأة صوتهم عالي وكل واحد بقى بيرمي الاتهامات على التاني. بدرية تقول له انت شاركت معاهم في المصيبة دي، ورفعت يقول لها وانت سكتي على المصيبة علشان جبانة. فردت عليه وقالت له خلاص اللي كنا خايفين عليها ماتت، وكده كده اخونا حسين في السجن وعليه قضايا واحكام كتيرة ولازم الحق يبان. وبعد ما قالت كده خرجت من الأوضة ورزعت الباب وراها فورا. نيرة قلقت وحاولت تفهم سبب الخلاف، لكن رفعت اتعصب عليها وسابها ومشي، وبدرية هي كمان مشيت من غير ما تقول لها أي حاجة. فالطفلة قعدت في أوضتها تفتكر والدها ووالدتها، وفجأة نورت في دماغها حاجة قديمة حصلت لما كان عندها 9 سنين. وهي في يوم من الأيام أخوها غير الشقيق حسين كان راجع بالليل وسكران، وقعد في الصالة يضحك ويهزر مع نفسه لأنه ما كانش في وعيه. فنيرة راحت وسألته انت كويس؟ وهي مش فاهمة اصلا ماله. فخدها ووقفوا في الشباك وقال لها فاكرة رجب ابوكي؟ عارفة مات ازاي؟ وقتها استغربت جدا من كلامه وما ردتش. فحكى لها ان هو اللي موت ابوها. ليلتها نيرة افتكرته بيهزر ومش دريان بيقول ايه، ولانها كانت طفلة وصغيرة نسيت، والطفلة فضلت تراجع الذكريات القديمة وخناقة اخوها واختها الغريبة. والكلام ده كله كان في امتى؟ كان في شهر مايو سنة 2025. وليلتها نيرة كانت هتتجنن من اللي سمعته بين رفعت وبدرية، وده خلاها تاني يوم تطلب من رفعت تروح تقعد 2-3 عند عمتها وعمها في الصعيد، ورفعت وافق علشان يخلص من مسؤولياتها. وهناك نيرة قالت لعمتها انها عايزة تقول لها سر عرفته بس خايفة لا تقتلها. عمتها استغربت جدا من اللي قالته وردت عليها بانها بتحبها ومستحيل تأذيها. وواحدة واحدة الطفلة بدأت تفتكر حاجات كتيرة حصلت زمان، وحكت لعمتها الكلام اللي قاله حسين وهو سكران، والخناقة الكبيرة اللي حصلت بين بدرية ورفعت من قريب. عمتها اتخضت من الكلام وقالت لها ان كده اخواتها وامها ممكن يكونوا قتلوا رجب ابوها، لانه بقاله 8 سنين مختفي ومحدش يعرف عنه اي معلومات خالص. ومن وقت ما قدموا بلاغ التغيب في اسم شرطة محرم بيه الشرطة لسه بتدور ورا اختفائه. ووقتها العمة بعد تفكير طويل مع جوزها خدوا بعضهم وسافروا اسكندرية وراحوا لاسم شرطة محرم بيه، وهناك سألوهم عن بلاغ التغيب اللي عملوه عن أخوها رجب من 8 سنين وأكتر. وقتها العمة اتصدمت لما عرفت من الضباط إن بلاغ التغيب اتقفل لأن سعدية مرات رجب
جت بعد سنة واحدة من البلاغ وقالت لهم ان هو كان مسافر ورجع وما قالهمش. فورا العمة اتأكدت ان اخوها اتقتل فعلا، وبلغت في اسم الشرطة بالكلام اللي الطفلة نيرة قالته، وبدأ رجال الجهات المختصة يحققوا في القضية ويدوروا في الخيوط بتاعتها. واول حاجة عملوا تحريات في شارع محسن بمنطقة محرم بيه، وده اللي كان ساكن فيه رجب مع اسرته، وعرفوا ان رجب مختفي من 8 سنين ومرجعش زي ما زوجته قالت. وتحديدا الاختفاء ده كان من سنة 2017، ومن وقتها محدش هناك يعرف عنه اي حاجة. وبعدها جابوا بدرية وحققوا معاها، وبعد مواجهتها بالجريمة انهارت وفضلت تعيط وحكت اللي محدش كان يتخيله. وقالت بدرية في اعترافها ان والدتها خلفتها هي ورفعت وحسين من اول راجل اتجوزته، ولانها كانت عصبية ودايما بتعمل مشاكل وبتهتم بالمظاهر والصرف والفلوس، ما كانتش ست بيت شاطرة، واتطلقت من جوزها الاولاني واتجوزت بعد مدة رجب. ورجب كان طيب ومش بتاع مشاكل، وظروفه كانت على قده شوية، ورغم كده ما كانش مقصر في حاجة معاهم وبيصرف عليهم كلهم بالتساوي. لكن سعدية والدتها ما كانتش مدبرة، ومع ضيق الحال وارتفاع الأسعار بقى على طول في بينهم مشاكل وخلافات كبيرة. وسنة 2017 تحديدا في يوم شتوي بارد رجع رجب من شغله، وقامت سعدية مسمعاه كلمتين تقال على قلبه بسبب الظروف والحال اللي على القد والخلافات المعتادة اللي ما بينهم. وحصل بينهم يومها خناقة كبيرة جدا، وفجأة وسط الخناقة جاء أخوها حسين الصغير واللي وقتها كان عنده 18 سنة، سحب سكينة من المطبخ وطعنوا بيها في ظهره. وده ما كانش موقف غريب من حسين، لأنه كان إنسان فاشل وما كملش تعليمه، ودايما بيسهر بره البيت وبيسكر وبيشرب مخدرات. وليلتها البيت كله جات له حالة صدمة، والحسن حظ نيرة كانت نايمة وما شافتش المشهد المرعب ده، والكل قعد في الصالة مصدوم ومش عارفين يعملوا ايه، علشان فجأة سعدية تؤمر حسين ياخد الجثة في الأوضة الكبيرة ويقطعها بالسكينة 4 أجزاء، وأمرت رفعت يجيب أدوات حفر ويشيل السيراميك اللي في الأوضة علشان يدفنوا الجثة تحته. وفعلا ده اللي حصل، الجثة اتقطعت وبعدها عملوا حفرة كبيرة في الأرض، لأنهم كانوا دور أرضي، ودفنوا بعدها رجب بدم بارد. وبعد ما خلصوا علشان محدش يكتشف الجثة ولا الجريمة ولا حتى يشموا الريحة، عملوا فوق الجثة طبقتين كاملين من السيراميك. وبعد ما خلصوا الجريمة نظفوا الدم وكل حاجة، وتاني يوم راحت سعدية وبلغت عن تغيب جوزها وكلمت عيلته وعرفتهم، وبعد أسابيع بسيطة قطعت علاقتها بيهم. وخلال الوقت اللي عدى بعد الحادثة منعت سعدية ان حد يجيلها سواء من عيلتها او من عيلة رجب، وكانت منع اولادها وبناتها يدخلوا اي حد غريب الشقة سواء الجيران او حتى الاصحاب، علشان بعد حوالي 3 سنين تسيب الشقة لانها كانت ايجار وتروح لشقة تانية. واوهموا نيرة ان والدها كان بره ومات في حادثة. ولما سألوا بدرية في التحقيقات ليه ما بلغتش من بدري، ردت بان اخوها حسين كان مجرم ويعرف ناس خطر، وهددها في اليوم ده بانها لو قالت اي حاجة هيقتلها هي وجوزها على طول. فخافت لان وقتها كمان كانت حامل، وقررت تسكت علشان الدنيا تعدي. بس بعد وفاة والدتها ولان حسين اتسجن في قضايا مخدرات ما بقاش خلاص في حاجة تخاف منها. وبعد نهاية التحقيقات مع الاخت الشرطة قبضت على رفعت وحققت هو كمان معاه، وبلغت الجهات المعنية بالاتهام الموجه لحسين بالقتل العمد. وبعد كده اخدت الشرطة اذن نيابة وراحت للشقة محل الجريمة في شارع محسن بمنطقة محرم بيه، وكان طبعا فيها سكان مأجرين، فطلبوا منهم يخلوا الشقة فورا، وجابوا حسين مثل الجريمة وعرفوا منه مكان الجثة في انهي اوضة. ولما حفروا لقوا الجثة تحت طبقتين من السيراميك، وفعلا كانت متقسمة 4. وبعدها بدأت محاكمة المتهمين في الجريمة. في نهاية الحلقة شاركونا برأيكم في الكومنتات، ايه السبب اللي ممكن يخلي الشر يوصل للدرجة دي جوه الناس؟ مستنيين مشاركاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وشكرا جدا ليكم. القاتل استغل انها عايشة لوحدها، وفي ليلة هادية دخل شقتها وقتلها، ولما ماتت اعتدى عليها وهرب بعد ما خلص جريمته البشعة، علشان بعد 7 سنين كاملين من الجريمة الشرطة قدرت توصله بطريقة ذكية جدا. جريمة عذراء الريف. اهلا بيكم، معاكم سامي، ويلا بينا نعرف حكاية ابشع ليلة شافها الريف المصري من سنين طويلة. سنة 2013 كان في بنت اسمها سارة رفعت حسني،
كانت عايشة مع والدها ووالدتها في محافظة من محافظات الريف المصري، ولأنها كانت وحيدة ما عندهاش اخوات كانت بتشتغل وتصرف على البيت وبترعى أسرتها طول الوقت. سارة كانت بنت أصيلة وبميت راجل، طيبة وجدعة، لكنها اتأخرت شوية في الجواز لحد ما بقى عندها 37 سنة، لأنها برضو انشغلت بأسرتها لفترة، لكنها كانت راضية ومش متضايقة. وفي شهر فبراير 2014 توفى والدها بسبب ظروف صحية كانت سيئة، وده سبب حزن شديد لسارة. ولكن الأيام مرت بيها، علشان في شهر ديسمبر من نفس السنة فجأة وبدون مقدمات والدتها تتوفى، برغم ان صحتها كانت كويسة. وفجأة سارة بقت عايشة لوحدها، ولما بصت حواليها لقت أغلب قرايبها سواء من عيلة الأب أو من عيلة الأم، وكل صحباتها من الشغل والدراسة اتجوزوا، وما كانش حد بيسأل عنها كتير من قرايبها. واللي عوض غيابهم كان الجيران، يعني الست زينب جارتها اللي في الخامس كانت بتنزل لها كل يومين تقعد معاها لحد بالليل، وعم خميس المكواجي صاحب والدها كان بيجيب لها الخضار وطلبات البيت من غير ما تطلب، وغيرهم بقى من الجيران اللي لما شافوها محتاجة ما بقوش بيتأخروا عنها. وفي يوم 15 أكتوبر سنة 2015 سارة كلمت الست زينب جارتها وقالت لها إنها بتجيب حاجات وهتطلع تقعد معاها شوية. فالست زينب رحبت بيها وبعدها قفلت السكة. عدى الوقت بسرعة والست زينب بصت في الساعة لقيتها 11 بالليل. استغربت ان سارة ما جاتش، فرنت عليها تشوفها فين، لكنها لقت موبايلها فاصل. الست زينب قلقت لا يكون حصل لها حاجة، فخدت بعضها ونزلت خبطت على سارة، وقلقها زاد لما ما فتحتش الباب. وهي في نفس الوقت ما كانتش حابة تعمل شوشرة وتلم الناس على الفاضي، وارد مثلا تكون البنت نايمة. فخبطت واستنت حوالي 10 دقايق، ولما ما فتحتش خبطت وندهت بحس عالي. مين سمع؟ عم خميس المكواجي، لان محله كان في وش العمارة. جه جري هو وابنه الكبير، ولما عرفوا من الست زينب اللي حصل قلقوا، ففضلوا يخبطوا، وفي وقت قليل اغلب شقق العمارة نزلت. ولما سارة ما فتحتش ولا موبايلها اتفتح، اضطر عم خميس وابنه يكسروا الباب. ولما كسروه عم خميس قال للست زينب تدخل هي الاول، علشان لا قدر الله لو سارة واقعة او مغمى عليها تلبسها حاجة. وفعلا زينب دخلت وهي رجليها بتترعش وبتبص حواليها بكل فزع وخوف. نورت الشقة علشان الدنيا كانت ضلمة، وفجأة صرخت بحس عالي هز العمارة كلها. عم خميس وابنه وباقي الجيران دخلوا بسرعة وشافوا سارة واقعة على سيراميك الصالة، وكانت دماغها شبه متكسرة والعظم طالع لبره وبتنزف، وجلبيتها كانت متقطعة وفي أجزاء من جسمها باين. فجريت زينب عليها وجابت ملاية وغطتها بالكامل، وحطت راسها على جسمها علشان تشوف هي عايشة ولا لأ. ولما لقيتها مش بتتنفس فضلت تصرخ وتعيط. بطبيعة الحال الجيران بلغوا الشرطة، ولما الشرطة جت خرجوا الناس كلهم من الشقة وقاموا بشغلهم الطبيعي، والجثة اتنقلت على مشرحة مستشفى عام قريبة من البيت. وبعد ما تقرير الطبيب الشرعي صدر، رجال الأمن عرفوا إن سارة في حد دخل شقتها وسحبها من ورا ظهرها، وبعد كده جرجرها في الأرض وفضل يخنق فيها. ولما ما ماتتش كتم بقها بقماشة تقيلة وعذبها بعنف شديد، وبعدها وقفها على رجليها وطعنها أكتر من 15 طعنة. ولما نزفت زقها واستنى تقريبا حوالي 5 دقايق، ولما لقاها لسه عايشة وبتطلع في الروح لف شعرها على ايده لدرجة ان في خصل كتيرة اتقطعت، وراح لكنبة في الشقة وفضل يضرب راسها بعنف لدرجة ان راسها اتكسرت وفي اجزاء من العظم خرجت، وده كان سبب موتها بسرعة. وبعد ما المجرم اتأكد انها ماتت اعتدى عليها وقطع هدومها ورماها على سيراميك الشقة. الجهات الأمنية كانت مستغربة مين ينفذ جريمة بالوحشية دي وليه، وفي وقت قياسي رجال المباحث بدأوا شغلهم، والتحقيقات خدت كل سكان العمارة وبعدها الجيران في الشارع وأصحاب المحلات والقهاوي، وركزوا على نقطة أصحاب القهاوي جدا وسألوهم هل شافوا حد غريب أو مسجل خطر في الفترة الأخيرة ممكن يكون اتعامل مع سارة أو قابلها أو حتى زارها في شقتها. كلهم قالوا لأ، ولأن الشارع اللي كانت سارة ساكنة فيه ما كانش فيه زحمة ومفتوح على شارع عمومي، ده صعب الموضوع في البحث جدا، خاصة كمان ان في سنة 2015 كاميرات المراقبة ما كانتش منتشرة. فرجال المباحث حاولوا يشوفوا اقرب كاميرا للعمارة، لكنها كانت على مسافة 100 متر، يعني مستحيل القاتل يكون اتصور. وبعد حوالي اسبوعين من الجريمة رجال المباحث اكتشفوا حاجة مهمة من التحريات، وهي ان عم سارة مسجل وليه ملف جنائي،
واتاخد أكتر من مرة في قضايا مختلفة، بين الإتجار وتعاطي المخدرات ومشاجرات وبلطجة على أصحاب المحلات والكافيهات، لأنه كان بينزل بالسلاح وياخد منهم فلوس بالعافية. وبمراجعة خط سيره عرفوا إنه مختفي من وقت الحادثة، ومحدش من المنطقة شافه نزل أو اتحرك كتير. فورا الجهات الأمنية بعتوا جابوه وسألوه عن خط سيره من ليلة الحادثة لحد النهاردة. وقال العم في اعترافاته إنه وقتها ما اتحركش من بيته ولا راح في حتة، لأنه كان عامل عملية دوالي في رجليه وبيتحرك بالعافية. طبعا ما صدقوش كلامه، لكنه قدم لهم تقرير من المستشفى يثبت كلامه ووراهم مكان العملية. وقتها ما كانش فيه أي تهمة واضحة ضده، فسابوه يمشي وهم شاكين فيه بنسبة قليلة. وسط التحريات والبحث عن القاتل عرف رجال المباحث من عم خميس المكوجي إن قبل الحادثة بشهر واحد صاحب العمارة اللي كانت عايشة فيها سارة اتخانق معاها، وكانت الخناقة كبيرة جدا لأن الشقة إيجار قديم، وهددها قدام الناس كلها إنه هيطردها في الشارع قريب. فجابوه حققوا معاه، وكان راجل في الستينات من عمره. طبعا رفض في بداية التحقيقات انه يكون ليه يد في الجريمة، وقال انه اتخانق معاها فعلا، بس الموضوع ما يوصلش للقتل ابدا. ولان الشك ناحيته كان كبير سألوه عن خط سيره وقت الحادثة، فقال لهم انه كان عند اخته الصغيرة زيارة في القاهرة، وسافر بالقطر ووراهم التذكرة ووراهم صورة تثبت انه فعلا كان هناك. وبعد التحقيق معاه مشي على طول. ولأن القضية كانت صعبة جدا وتفاصيلها كتيرة، كل شوية رجال المباحث كانوا بيشكوا في حد يجيبوه ويحققوا معاه وما يلاقوش عليه دليل أو سبب كافي يخليه يقتل، فيسيبوه يمشي. ومن هنا تدريجيا بيعدي شهر في التاني، في سنة في التانية، وده خلى ملف القضية متأيد ضد مجهول، لكنه ما اتقفلش بشكل نهائي. واستمر الوضع كده لحد ما بتيجي للجهات الأمنية معلومة مهمة وحساسة. لحد النهاردة المعلومة دي ما نزلتش على المواقع الإخبارية، ونتيجة للمعلومة دي اتعمل تحريات مهمة ودقيقة جدا، ورجال المباحث شكوا في حد ما كانش عليه شبهات، وهو زكريا ابن عم سارة، ووالده هو المسجل خطر اللي الشرطة كانت حققت معاه بعد الحادثة. المهم ان هم جابوا زكريا وحققوا معاه، وبعد تحقيق طويل اعترف بالجريمة. ولما اتسأل زكريا عن سبب الجريمة، خاصة وانه كان خريج كلية تجارة وبيحاول طول الوقت يبعد عن مشاكل ابوه، قال انه بعد وفاة والد سارة راح يزورها مع والدته، وهناك عرف منها لأنها كانت بتتكلم بحسن نية إنها عندها كيلو ذهب، وبسبب ظروفه المادية الصعبة وسجل والده الجنائي ما قدرش يتعين في بنك أو شركة كويسة، وكل اللي قدر يشتغل فيه شركات تحت بير السلم حسب وصفه في التحقيقات. ويومها بعد ما رجع هو ووالدته من عند سارة اتكلموا عن موضوع الذهب، ووالده سمع، وهنا بدأ يلعب عليه ويقول له مش هتقدر تعمل المبلغ اللي عايزه علشان تتجوز في حياتك كلها، والبنت اللي بتحبها مش هتبصلك وانت فقير. ولما رفض زكريا رغبة والده بقى بيطرده من البيت ويبهدله ويضربه ويهينه قدام الناس. ولما رفض برضه ان هو يعمل الجريمة ساب له البيت تحت ضغط كبير جدا منه. ووقتها والده لعب عليه بآخر كارت خطير وحساس، وهدده بانه هيروح لخطيبته ويقول لها كلام ما حصلش عنه. وقدام الضغط الابن اضطر يوافق على خطة الأب الشيطانية. وفي يوم الحادثة علشان محدش يشوفه دخل الشارع، طلع عمارة بعيدة ونط من سطح للتاني لحد ما نزل للعمارة بتاعت سارة من سطحها. وعلشان أبوه كان شاكك فيه بعت معاه واحد مسجل من معارفه اسمه رشاد، والاتنين نزلوا على السلم، وزكريا خبط على بنت عمه ففتحت له واستغربت انه جاي لها لوحده، فقال لها انه في مشكلة فدخلته للشقة. وفجأة وهي بتتكلم جه اللي معاه اللي هو رشاد شدها من ظهرها، وبعدها حصل كل اللي قاله تقرير الطبيب الشرعي ووصفه. الشرطة فورا جابت رشاد وعم سارة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة، ولكن الشرطة اكتشفت ان زكريا كذب في بعض التفاصيل، زي انه اصلا ما كانش رافض الفكرة من الاساس، وهو اصلا اللي اقترحها على ابوه واقنعه بيها كمان. والمحققين عرفوا ان رشاد صاحب زكريا مش صاحب ابوه اصلا. والجهات الامنية اكتشفت صدمة تانية، ان زكريا هو اللي اعتدى على بنت عمه بعد قتلها. في نهاية الحلقة قولوا لنا، هل كيلو دهب يستحق الجريمة البشعة دي؟ وشكرا جدا ليكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وشكرا لاستماعكم.